في الحلقة السابعة من رحلة علاج الروماتويد بالميثوتريكسات هنتكلم عن 3 تحذيرات أخطر من بعض. لو المحتوى الطبي بيهمك يا ريت تعملي لايك، شير ومتابعة للصفحة. الدواء ده قوي وممكن يغير حياتك للأحسن، بس استخدامه له شروط صارمة جدا. يا ترى إيه هي؟ ده شكل الميثوتريكسات الأقراص، وده الشكل اللي أغلبنا عارفينه أو بنستخدمه. ومش بس أقراص، لأ، موجود كمان على شكل حقن، والدكتور هو اللي بيحدد الأنسب للحالة. طيب ركزي معايا في 3 قواعد صارمة ممنوع كسرها نهائي مع الدواء ده. نبتدي بأول قاعدة، ويمكن دي أخطرهم على الإطلاق. القاعدة الأولى هي الحمل والخصوبة، ودي نقطة ما فيهاش أي هزار. ممنوع تماماً الحمل وقت العلاج. الدواء ممكن يسبب تشوهات خطيرة للجنين، فلازم وسيلة منع حمل فعالة. نيجي بقى للقاعدة التانية، وبرضه مهمة جداً عشان نحمي جسمنا. القاعدة التانية بنسميها الخليط الخطر، يعني في حاجات ما ينفعش أبداً تتجمع معاه في الجسم. وعلى رأس القائمة دي الكحول، ممنوع نهائياً لأنه بيعمل حمل رهيب على الكبد. وآخر حاجة القاعدة الثالثة، ودي لازم تاخدي بالك منها كويس قوي. القاعدة الثالثة هي التفاعلات مع الأدوية التانية اللي ممكن تكوني بتاخديها. بلاش أي دواء من دماغك، خصوصاً مسكنات زي الإيبوبروفين، كترتها بتزود سمية الميثوتريكسات. يبقى خلاصة الكلام، حمل لأ، كحول لأ، وأي دواء تاني لازم يكون باستشارة الدكتور. في النهاية سلامتك هي الأهم. اسألي نفسك، هل فعلاً عارفة كل قواعد الأدوية اللي بتاخديها؟ لو حسيتي إن الكلام ده مهم، اعملي لايك وشير عشان المعلومة توصل لغيرك، وتابعينا للمزيد.